السلام عليكم ورحمة الله. غادي نحضر معكم واحد الطبق اللي كيجيب الكفتة والخضر. هنا عندي بطاطا وعندي جلبانة وعندي الخيزو، عندي المطيشه اللي قطعتها هكا، واحد البصله اللي شلطتها، ثومه محكوكه، القزبر ومعدنوس والتوابل. هادشي اللي غنحتاج: السكينجبير، الخرقوم، الابزار، زرعه القزبر، الملحه. صافي هادشي اللي غادي نحتاج. وممكن ديروا البابريكا، انا ما غاديش نديرها. انا غادي نطيب في الطنجره هكايا. غادي نزيد واحد شويه مطيشه الحك باش تجي ديك المريقه خضره. صافي غادي ندير التوابل اللي ذكرت معكم، وغادي ندير زيت الزيتون، صافي هنايا غادي نديها فوق النار حتى تقلى مزيان ونمرق عليها. هنا عندي الكفته والكميه كتبقى على حسب افراد العائله. انا عندي 500 غرام يعني نص. هنا غادي ندير التوابل: عندي القزبر وعندي العطريه ديال الكفته، الخرقوم، الملحه، الكمون، الابزار. غادي ندير شويه القزبر. صافي غادي ندير واحد شويه الزيت باش نجمعها. صافي هنايا غادي ندخل فيها التوابل مزيان ونديرها كويورات صغيورين. وهنايا بعد ما الخضيره بدات كتدخل على الطياب، هانتوما دابا غادي ندوز باش ندير الكفته. وهنايا درت الكفته. راكم عارفين الكفته ما كتاخذش هكايا الوقت، واحد 15 دقيقه صافي وتكون طيبه، لحقاش الخضره صافي قربت طيب. يلا حتى طيب ونرجع معكم. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما وجدت هاد الكفته مع الخضره كتجي رائعه هكايا، واهم حاجه كتجي بنينه. وهنا بعد ما درتو في صحن التقديم كما كتشوفوا معايا كتجي هاد المريقه رائعه، وكتجي خاطره مع الخيزو والجلبانه. كتجي مريقه اللي هي بنينه واقتراح هكا للغداء او العشاء. هيا خوتي ما بقى لي نقول لكم تبقوا على خير حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه.